في شاب امريكي ما كانش معاه فلوس يشتري بيت، فقام عامل بيت كامل من الفوم وفعلا بيعيش فيه عادي جدا. استخدم حاجه اسمها بلوكات فوم EBS، ودي شبكه مكعبات الليجو الكبيره بتتركب في بعضها بسهوله. الموضوع شبه انك بتبني بيت لعبه مش بيت حقيقي. اول حاجه عملها صب الاساس وحفر خنادق وحط حديد وصب خرسانه. بعدها بدأ يركب بلوكات الفوم زي قطع بازل ضخمه. جوه البلوكات دي حديد تاني، وبعدها ضخ خرسانه جواها، ولما نشفت الخرسانه بقى عنده حيطان قويه ومسلحه. بس الحلو بقى ايه؟ ان الفوم ده مش بيتشال، لا بيفضل في مكانه، وبيوفر عزل حراري وصوتي ومقاوم للنار كمان. والنتيجه دافئ في الشتاء وبيرطب في الصيف من غير ما تشغل التكييف طول الوقت. ممكن يقلل فواتير الكهرباء بنسبه 30% كمان، وبيتحمل الزلازل والرياح القويه. من اول ما بدأ لحد ما سكن كل ده حصل في شهور قليله، وفر فلوس ووقت وطاقه. يبقى السؤال بقى دلوقتي، لو انت مكانه وجات لك الفرصه، هل تقدر تبني بيت فوم وتعيش فيه شبه الليجو ده؟ قول لي في كومنتات. واخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.